كلمة 50 وطار العمر وفات العمر لا تطرينها، لأن حنا الآن من سنة 2000 من وقت كوفيد اللي هو العالم انتقل في هذه الانتقالة العلمية، والآن احنا دخلنا عصر الدلو، يعني عصر التكنولوجيا والدلو. من السنة القادمة 2026، ودائما لما أقول لكم تذكروا كلامي فيديوهاتي بعدين تطلع ويقولون شمس قالت، 50 راح يصبح هو عمر المراهقة في السنين الجاية. يعني بشرى سارة أقولها لكم، بشرى سارة، خذوها انشروها وصلوها للي تبون، تحكوا عليها الآن وكالعادة راح تجون عقب راح تقولون شمس قالت. راح يعتبر 50 عمر المراهقة. ليش؟ لأن التكنولوجيا والتقدم العلمي اللي إن شاء الله يا رب يتعمم على الجميع، ما يكون بس للأغنياء والفقراء لا، أو اللي ما عندهم لا، في حاجة راح تنزل علميا في كل، مش ممكن حتى توصل في المراكز التجميل، مش بس في المستشفيات، اسمه الكوانتوم فيزيك باد. كوانتوم فيزيك باد اللي هو اساسا موجود بس ما طلعوه، بس مفروض فتره قاتمه غصبا عن ابو اللي جابهم يطلعون، اللي هو السرير الكمي. السرير الكمي هو عباره عن سرير يدخل الانسان او الحيوان او اي مخلوق عن طريق الذكاء الصناعي. هذا السرير الكمي يقرأ كل مشاكلك الصحيه الجسديه والنفسيه، بس هو ما يتعامل مع الروح، لن يتعامل مع الروح الا الله مهما تطورت التكنولوجيا. فيتعامل مع جسدك ومع نفسك، يعرف شنو أمراضك، يعطيك ليزر وتردد كهربائي فيروح للبايو انرجي حق العضو مالك اللي احنا قاعدين الآن نسويه مع الدكتور، ويخلي جسمك يولد خلايا جذعية جديدة. من بعد ربع ساعة من بعد السرير انت تطلع انسان ثاني زي الافلام. نعم حقيقة زي الافلام. الافلام ما كانت تقول خرافات، الافلام كانت تقول اشياء حطها العلماء تنبؤوا فيها انه اللي جاي راح يكون بناء على نظريات علمية. إذا موضوع ال50 وال70 وال60 شيلوه كلكم، لأن الفترة القادمة أبو ال50 هذا مراهق جسديا وصحيا وكذا، لكن تظل الروح. إنما الروح، ويسألونك عن الروح قل إنما الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الروح الوحيدة اللي هذه دائما أنا همي وهمومي الروح. ممكن تكونون بأعظم صحة جسدية ونفسية، لكن الروح مش موجودة. فحبيبتي أول شغلة شيلي لي موضوع ال50. 2